النهارده النادي الاهلي اصدر بيان هو عباره عن خطاب من النادي الاهلي لاتحاد الكره المصري. الخطاب ده بخصوص مشكله الشيبي والشحات، لان في دعوه من الشيبي ضد الشحات، وتم تحديد ميعاد ليها يوم 18/4 القادم، 18 ابريل. طبعا الاهلي مش عاجبه وبيقول ان الشيبي عمل مخالفه صارخه، ان ازاي يروح يشتكي الشحات في موضوع رياضي للمحاكم العاديه. ازاي يجرؤ يشتكي لاعب في النادي الاهلي ضربه بالقلم على وشه وسبله الدين وشتمه بامه؟ ازاي يروح يشتكيه؟ وخاصه ان لجنه الانضباط في الاتحاد المصري عاقبت الشحات عقوبه محترمه، ما سابتوش، ادته غرامه 20,000 وايقاف مباراتين. يعني اللي يضرب واحد بالقلم على وشه ويسبله الدين ويشتمه بامه ياخد مخالفه مباراتين. يا سلام! ده شي كمال قال لاحمد مجاهد يا اهلاوي تم ايقافه 8 ماتشات ولا 10 ماتشات. الشحات عشان بيلعب في الاهلي خد ايقاف مباراتين، فالشيبي حس بالظلم، حس ان ما ياخدش حقه، فاضطر انه يعمل الغلط اللي الشيبي ده عمله. ده غلط، لكن هو عمل كده ليه؟ عشان مفيش عدل. مفيش عدل. الشيبي اضطر انه يروح يلجأ للمحاكم العادية ورفع دعوة ضد الشحات لان سبه وشتمه وضربه. فطبعا الاهلي مش عاجبه. الاهلي اللي بيقول لك ان دي مخالفة صارخة وازاي يروح يشتكيه في المحاكم العادية، هو نفسه الاهلي الموسم اللي فات لما تم ايقاف كهربا من لجنه الانضباط 12 ماتش بعد ما كهربا سب وشتم لعيبه جماهير نادي الزمالك، ايه اللي حصل؟ النادي الاهلي رفع دعوه في محكمه القضاء الاداري، محاكم عاديه ضد اتحاد الكوره ولجنه الانضباط. الاهلي اللي بيقول ان اي مخالفه رياضيه المفروض تفضل ما تتحولش للمحاكم العاديه، السنه اللي فاتت عمل نفس اللي عمله الشيبي. طب الاهلي تحول لجنه الانضباط زي ما الشيبي تحول؟ لا، الشيبي تم احالته لجنه الانضباط وهيديله مخالفه وهيديله عقوبه محترمه. لكن السنه اللي فاتت الاهلي عمل نفس العمل وقال وراح لمحكمه عاديه، محكمه القضاء الاداري، واتهم ببطلان لجنه الانضباط في الاتحاد المصري لكره القدم. لم يتم تحويل الاهلي للجنه الانضباط، ولم يتم اتخاذ اي عقوبه ضد النادي الاهلي. ليه؟ لان الاهلي على راسه ريشه. انما الشيبي ده غلبان، ده بيلعب في بيراميدز، محدش هيدور عليه. كل اللي بنطلبه العدل على الجميع. الظلم نهايته وحشه. اللي عمله الشيبي غلط بس بسبب الظلم، اللي عمله الشيبي غلط بس عمل كده بسبب ان ما خدش حقه. يا ريت لجنه الانضباط تفكر تاني قبل ما تعاقب الشيبي. لازم يتم معاقبه حسين الشحات على اللي عمله عقوبه على قد اللي عمله، مش ايقافه ماتشين. من غير كده ولو ما حصلش الكلام ده هيتم الوضع من سيء لأسوأ.